نعمرها ما عاش يلي زعل. متابعي بودكاست سوري، مرحبا بكم أينما كنتم. في حلقة اليوم بدنا نرحب بالكاتب الأستاذ محمد دركوشي. أستاذ محمد، نورتنا، يا أهلا ويا سهلا. حياك الله أستاذ محمد، أنا تشرفت كثير باللقاء معك. الله حياك يخليك يا الله. رب. أستاذ محمد، حدث مهم جدا، زيارة الشرع إلى السعودية. كيف حضرتك بتقيم هاي الزيارة ودلالاتها؟ طبعا في البداية دعني أبارك للشعب السوري من خلال بودكاست محمد الجزار. هذا شكرا. أول ظهور لي معك. أحب أبارك للشعب السوري بمناسبة هذه المعجزة، هذا الانتصار المعجزة وسقوط الطاغية وانتصار الثورة السورية العظيمة. أما بالنسبة لزيارة رئيس الشرع إلى المملكة العربية السعودية، طبعا هي ذات أبعاد مختلفة. نقف أولا عند البعد الثقافي أو البعد التاريخي. هذه الزيارة هي تأكيد للانتماء العربي. أول زيارة كانت إلى السعودية، فهذا تأكيد للانتماء العربي، وتحمل أيضا بعدا عاطفيا. فالرئيس الشرعي كما تعلم ولد في السعودية، وهي مسقط رأس الرئيس الشرعي. نعم. وهو كما تعلم أيضا عندما وصل إلى دمشق بعد سقوط نظام الأسد، أول ما قام به قام بزيارة مدرسته وزيارة بيته، فهو رجل عاطفي. نعم. أما إذا تحدثنا عن الأبعاد الأخرى، البعد السياسي أو البعد الاقتصادي أو البعد الأمني حتى، فلو بدأنا مثلا بالبعد الاقتصادي، أنت تعرف أن الإدارة الجديدة قد استلمت سوريا دولة منهارة، أو ما نسميه أنقاض دولة. وهذه الدولة تحتاج إلى الكثير لكي تبدأ بالنهوض وتعود إلى الطريق القويم. نحن في سوريا أمام مشكلة اقتصادية كبيرة جدا. فإحدى هذه المشكلات مثلا، تعرف أن سوريا كانت تعتمد على القمح الروسي، والآن لم يعد هناك قمح روسي، كانت تعتمد على الوقود الإيراني، لم يعد هناك أيضا وقود إيراني. فأنت بحاجة إلى مصادر للطاقة، مصادر للغذاء، مصادر للخدمات الأولية في سوريا. فكانت دول الخليج وسيما قطر الكويت والسعودية هي التي سارعت حقيقة لتلبية بعض احتياجات الشعب السوري، ولا سيما في مجال الطاقة، في مجال القمح. فهذه الزيارة في بعدها الاقتصادي تلبي نوعا ما بعض احتياجات الشعب السوري. نعم. أما في الشق السياسي فهذه تعتبر يعني السعودية بثقلها العربي وثقلها الإقليمي والدولي. بثقلها العربي تعتبر هذه اعتراف مباشر. هذه الحكومة في سوريا تحتاج إلى الشرعية، تحتاج إلى الاعتراف. فالاعتراف المباشر اليوم جاء من قبل زيارة أمير قطر إلى سوريا، واليوم استقبال ولي العهد محمد بن سلمان لرئيس أحمد الشرع يعتبر اعترافا مباشرا أو إعطاء شرعية للحكومة الجديدة. وأنت تعلم عندما تعترف السعودية سيتبعها أيضا اعتراف عربي. نعم. يعني في الأيام القادمة سنشاهد أيضا هناك زيارات ربما لزعماء عرب إلى دمشق، أو أن يقوم الشرع بزيارات إلى دول عربية أخرى. فهذه مقدمة لتتبعها دول أخرى أيضا لكن في أستاذ طريق محمد، الاعتراف. قد يسأل بعض أنه معروف تماما للجميع بأن تركيا ساندت الشرع على مدار كل هذه السنوات، أو كان في ارتباط. لماذا ذهب الشرع إلى السعودية ولم يذهب إلى تركيا؟ يعني ربما هناك رسالة من الشرع. طبعا أنا قلت هي في البداية، أنا قلت أن أحمد الشرع أراد يؤكد إلى انتماء سوريا إلى حضنها العربي. يعني السعودية تحاول وحاولت مع الأسف لكنها فشلت، هي تحاول استرداد سوريا إلى حضنها العربي. فزيارة أحمد الشرع إلى المملكة العربية السعودية هو أراد أن يقول أنه لا ينحاز إلى محور معين، لا إلى المحور الإيراني، إلى المحور التركي عفوا، أو إلى أي محور آخر. هو يؤكد على انتمائه إلى الحضن العربي، يؤكد على الهوية العربية للجمهورية العربية السورية. فهذا الانتماء، هذا الهدف الأول أنا برأيي، هو التأكيد على تاريخية سوريا، أنها هي دولة أموية، دولة عربية، هي تعود إلى حضنها الأموي. قد تكون هناك علاقات مع تركيا، علاقات اقتصادية، علاقات حسن الجوار، اتفاقيات أمنية، اتفاقيات ربما نشهد دفاع مشترك، لكن
سوريا هي في النهاية هي دولة عربية وتنتمي إلى جامعة الدول العربية وتنتمي إلى الحاضنة العربية. هل باعتقادك الشرع أراد أن ينقل أيضا رسالة من خلال زيارته، نقل رسالة إلى إيران؟ طبعا الموضوع الإيراني هذا موضوع مهم جدا جدا جدا، هي ضربة قاسمة للمحور الإيراني. أنت تعلم أن أو منذ سنتين تقريبا استمعت إلى الأمير محمد بن سلمان في إحدى المقابلات على قناة الإخبارية، نعم. وهنا في تلك اللحظة تنبهت المملكة العربية السعودية إلى خطر المحور الإيراني، فقال الأمير محمد بن سلمان بالحرف أن الإيرانيين مارسوا الخداع علينا، على يقصد المملكة العربية السعودية، فكانوا يأتون برئيس يميني أو رئيس متشدد فيقوم بقضم عاصمة عربية وراء الأخرى، ثم عندما نحاورهم يعطونا بعض التطمينات ويأتون برئيس إصلاحي، فبدأوا مثلا برفسنجاني ثم جاءوا بأحمد نجاد، نعم. وبعد عندما حدثناهم ثم جاءوا بخاتمي مثلا، واكتشفنا يعني والقول للأمير محمد بن سلمان اكتشفنا أن المؤمن لن يلدغ من الجحر مرتين، وأنهم يستهدفون المملكة العربية السعودية ذاتها ويريدون نقل المعركة إلى الأراضي السعودية، لكننا سنعمل على نقل المعركة إلى إيران. لذلك كانت هناك سياسة للمملكة العربية السعودية بقيادة الأمير محمد بن سلمان بمحاولة قطع أذرع إيران في المنطقة. فشاهدنا ماذا حصل مع حركة حماس التي تعتبر ذراعا إيرانيا في المنطقة، والتي دخلت إلى المنطقة العربية من بوابة القضية الفلسطينية النقية، القضية الفلسطينية المقدسة، وأيضا ما حدث مع حزب الله والنظام السوري في المنطقة، وأيضا الحوثي في اليمن. هلا قد يتفق أستاذ محمد، قد يتفق الكل على ما ذكرت، حزب الله، الحوثيين، حتى الحوثيين اليوم في يعني قد يقول أنه سيأتيهم الدور، لكن قد يختلف البعض على موضوع حماس نظرا للخصوصية. يعني طبعا حماس نحن ما بدنا نحن نفوت. مع نعم دعني أوضح، نحن مع القضية الفلسطينية، لكن لا أحد يستطيع أن ينكر على الإطلاق أن طهران أو أن إيران جعلت من القضية الفلسطينية رافعة سياسية وثغرة لاختراق العالم العربي. يعني كانوا دائما يقولون الإيرانيين أن المملكة العربية السعودية لديها الحرمين الشريفين، وبالتالي هم تذرعوا بالقدس وشكلوا لواء القدس وشكلوا فيلق القدس، هذا وهم لم يطلقوا رصاصة واحدة لتحرير القدس. الإيرانيون هم اعتبروا أن القضية الفلسطينية هي مدخل لاختراق العالم العربي ومدخل كرافعة سياسية في المنطقة العربية. استطاعوا من خلال حماس ومن خلال بعض الفصائل الفلسطينية اختراق المنطقة العربية، فهذا لا أحد ينكره، لكن نحن مع الحق الفلسطيني وضد ما الممارسات القمعية للاحتلال الصهيوني في فلسطين وبحق شعبنا الفلسطيني. لكن اليوم سقطت هذه الورقة، ورقة القضية الفلسطينية سقطت من يد الإيرانيين وعادت إلى الحضن العربي. طيب، هذا ما أقصده بكلام. طيب، يعني وضحت تماما هذه الصورة بالنسبة إلى موضوع يعني زيارة الشرع والمقصد منها والرسائل التي أراد أن يرسلها. طبعا هناك أيضا بالشق السياسي نحن قلنا أن سوريا ما زال عليها هناك عقوبات مفروضة منذ أيام النظام الأسد، وهذه العقوبات هي التي تعيق اليوم أي حركة تطوير في سوريا أو إعادة الأعمار في سوريا. والمملكة العربية السعودية بثقلها السياسي وعلاقاتها القوية مع أوروبا ومع الولايات المتحدة ومع ترامب شخصيا، فهي تملك شبكة أو شركة من العلاقات العامة في الولايات المتحدة الأمريكية، تستطيع من خلال ثقلها ومن خلال ضغطها وأن تعمل لدى الولايات المتحدة الأمريكية أو أوروبا لتخفيف هذه العقوبات أو ربما إلغائها لاحقا في سبيل إعادة إعمار سوريا. هذه الزيارة أنا برأيي هنا الطرفان المملكة العربية السعودية وسوريا هم مستفيدون من هذه الزيارة أو من ما ينتج عن هذه الزيارة. فأيضا لا ننسى أن المملكة العربية السعودية عندما شكلت سوريا أو المنتصرون الجدد في سوريا شكلوا هم خط الدفاع الأول عن دول الخليج. نعم. يعني تصور أن كما قلت لك أن المملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج
كانت مستهدفة من إيران. اليوم السوريون المنتصرون شكلوا خط الدفاع الأول عن دول الخليج، أصبحوا أذرع إيران. هذا المحور ذهب إلى غير رجعة، محور الإيراني. وهذا المحور ذهب إلى غير رجعة إن شاء الله تعالى. وأنا برأيي أعتبر أن دول الخليج ارتكبت خطأ سابقا، لأنها اتبعت سياسة عدم التدخل في شؤون الدول العربية، أو أخلت الساحة لإيران لتدخل الفارسي. فعندما أخلت الساحة في اليمن رأينا ما حصل في اليمن، عندما أخلت الساحة في العراق وتخلت عن دورها في العراق نعلم ماذا حدث في العراق ومن يسيطر على العراق، وعندما تخلت في لبنان وعندما تخلت في سوريا كلنا نشهد. اليوم دول الخليج مع وصول الأمير محمد بن سلمان إلى سدة الحكم استفاقت إلى هذه القضية، تنبهت إلى الخطر الإيراني، إلى الخطر الفارسي الذي قد استطاع أن يحضن 4 عواصم عربية، وكان الحبل على الجرار. فثورة السوريين هي قطعت الطريق على هؤلاء ووفرت على دول الخليج معركة. فأيضا من مصلحة دول الخليج هي أن تحتضن المنتصرين الجدد، وأن تعمل على هذا الاستقرار في سوريا، فهذا يعود إلى استقرار الخليج. فإذا كان كما قال رامي مخلوف في بداية الثورة السورية أن أمن إسرائيل من أمن سوريا، أستطيع أن أقول لك أن أمن الخليج من أمن سوريا أيضا. طيب، انتهينا من هذا المحور أستاذ محمد. خلينا اليوم نحكي عن ما يدور داخل سوريا. خلينا نحكي هيك بتجرد وبصدق عن موضوع اليوم الأقليات في سوريا، وطبيعة العلاقة مع السنة، مع الأكثرية اليوم بسوريا. كيف تراها؟ كيف تقيمها؟ يا سيدي دعني في البداية أعبر عن وجهة نظري الشخصية. طب تفضل. طبعا قبل أن ندخل في موضوع الأقليات، أنا لا أعتبر أن هناك أقليات في سوريا. أنا أعتبر أن هناك شعب سوري واحد، نحن سوريون وسوريون فقط. هناك مكونات للمجتمع السوري، هذه المكونات غنية باختلافها. يعني أنا قلت في إحدى المقابلات أنني لا أستطيع أن أعيش بدون دبكات الأكراد وبدون بحر اللاذقية. والله يا أستاذ محمد، أنا بس بدي قاطعك بهي لو تكرمت علي. حتى نحن ما بنحكي، مو نحن اللي بنقول إنه هن أقليات، هن بيحكوا عن حالهم إنه نحن أقليات. نعم، سآتي إلى هذه النقطة. فأنا كما قلت لك أن لا أستطيع أن أعيش دون نكات الحماصنة أو تفاح السويداء أو حتى الهجيمي في درعا أو أجراس الكنائس في القصاع وفي باب توما أو آذان الأموي، أو حتى لا أستطيع أن أعيش بدون هؤلاء. لكن هذه المكونات ليست فقط الأقليات المقصود فيها هنا العلويون أو الدروز أو السنة. النظام الاستبدادي، نظام البائد، لعب على هذه المكونات، حول هذه المكونات إلى تناقضات، ليس فقط طوائف، وإنما كان هناك استطاع هذا النظام أن يصنع طائفة من حثالات الطوائف، يعني حثالات الطوائف كلها، وجعل منها طائفة وسميها الطائفة الأسدية. هذه الطائفة كانت هي أداته في قمع الثورة، هي أداته في قمع السوريين. هذه الطائفة كانت مترعة بالامتيازات الخاصة، وكانت أيضا هي أداته الحادة في قتل وقمع السوريين. يعني هو لعب ليس فقط على الوتر الطائفية، أيضا كان أنت تعلم وأنت سوري وتعلم أننا كنا هناك نسمع ابن الريف وابن المدينة، نسمع ابن حلب وابن الشام والشواية. يعني هذا النظام كان يقتات على هذه التناقضات. اليوم بعد أن سقط النظام وسقطت هذه الورقة التي كان يعني يدعي أنه هو حامي الأقليات، علينا نحن كسوريين، قبل أن ندخل في الموضوع، علينا نحن كسوريين أن ننظر إلى أنفسنا كسوريين فقط. لا يوجد هناك كما قلت لك أقليات. أنت عندما تطلب من الحكومة الجديدة، عندما تطلب تطمينات لهذه الأقليات، فأنت تضع هذه الحكومة في موضع الاتهام، وتضع أيضا الأقليات في موضع الشك. ما هي المشكلة مو بالأكثرية يا أستاذ محمد، المشكلة بهذه الدول اللي تتقاطر اليوم إلى سوريا لحماية الأقليات. لك يا عمي الأقليات والله ما صاير عليهم شيء. يعني الأقليات أنتوا اللي بتحكوا عنهم أقليات، إن جزء من السوريين بالنهاية. يا أستاذ محمد، نحن قلنا قبل القليل كنا نتحدث عن إيران عندما اخترقت المنطقة العربية من خلال الأقليات، الشيعية، عندما اخترقت في لبنان أو كذا، وشكلت ميليشيات. هذه الميليشيات كانت تمارس ضد الدولة، وشكلت حالة دويلة ضد الدولة، كما شاهدنا في لبنان حزب الله كان دويلة
اعلى واقوى من الدوله، وكذلك الحوثيين والحشد الشعبي في العراق هو اقوى من الدوله. اذا دائما دأب الاستعمار في كل زمان ومكان اذا اراد ان يخترق مجتمعا ما او دوله ما فهو يبحث عن نقاط الضعف، ودائما نقاط الضعف للاسف هي الاقليات. هذا الاستعمار يبث الخوف، خوف الاقليات من الاكثريه، ويعني يعمل على هذا الموضوع على طيب ان الاكثريه تريد ان تبتلع. ما هدفه من ذلك؟ هدفه من ذلك هو اختراق هذه الدوله، وان يتحول الاقليات الى اوراق ضغط على الحكومه مثلا الحاكمه. انت تعرف مثلا في سيراليون عندما كانت بلجيكا وهي دوله اوروبيه، عندما كانت تحتل سيراليون في تسعينات القرن الماضي، كان هناك قبيله صغيره اسمها قبيله التوستي. هذه القبيله هي اقليه، جاءت بها بلجيكا واعطتها امتيازات واعطتها كما فعل حافظ اسد عندما ركب على ظهر الطائفه العلويه واستقطب هذه الطائفه واعطى لبعض منها الامتيازات. كذلك فعلت بلجيكا في سيراليون، وعندما انسحبت من سيراليون ثار الشعب ضد هذه الطائفه والتي حالها كحال العلويين في سوريا، وحدثت مذابح ضد هذه الطائفه حتى كاد ان تفنى قبيله التوستي. اذا هكذا دائما الاستعمار، لان الاكثريه لا يمكن ان ترتهن للخارج، لانهم الاكثريه تشعر بقوتها، الاكثريه لا تحتاج الى حمايه من الخارج. نعم. اما الاقليات تشعر بانها بحاجه الى حمايه من الاخر. اليوم سمعنا الهام احمد تطالب بعدم رفع العقوبات عن سوريا وتطالب بالتدخل الاسرائيلي. محمد، حلو. اليوم هناك اتهامات للبعض، ما عم نحكي عن الكل، نحن عم نحكي عن بعض افراد هذول الاقليات بعملتهم لدول انا وانت بنعرفها. يعني اللعب صار اليوم على المكشوف. يا سيدي، دائما كما قلت المستعمر يدغدغ احلام الاقليات باعطاء دوله مثلا مستقله، لكن هذه الاحلام اسميها انا احلام العصافير. هذه الاقليات او بعض من هذه الاقليات التي تسمح لنفسها ان ترتهن للخارج، هي تحاول او تجعل من نفسها اوراق في يد هذه الدول الكبرى. فالدول الكبرى عندما تصنع اذرع لها في هذه المنطقه، اما لتحقق مكاسب سياسيه كبيره او لتتجنب خسائر سياسيه كبيره. يعني نفترض مثلا ورقه الاكراد، نحن نتفق جميعا ان الاكراد السوريون هم اهلنا ولهم ما لنا وعليهم ما علينا. لكن عندما تاتي اسرائيل او تاتي الولايات المتحده الامريكيه وتستخدم الاكراد كورقه ضد الاتراك، ليس لتحقيق حلم الكردي او تحقيق دوله كرديه، وانما لانتزاع مكاسب معينه من الاتراك. فمثلا الولايات المتحده الامريكيه لن تتخلى عن تركيا، وتركيا هي قاره اسيا الصغرى. نعم. وهي رابع قوه في الناتو، لن تتخلى عنهم مقابل كرمال عيون الهام احمد او كرمال يعني مجموعه من الاكراد. ايضا مثلا اسرائيل، هل تتوقع انت ان اسرائيل هي فعلا تريد حمايه نصر الدروز واقامه دوله درزيه للدروز؟ لكن اسرائيل تسعى الى التقسيم. اسرائيل يا سيدي، هناك خطان في اسرائيل، يجب ان ننتبه لهذه النقطه جيدا. الخط الاول هو الخط المتشدد. هؤلاء الدينيون في اسرائيل، في وثيقه كيفونيم عام 1982 ظهرت وثيقه كيفونيم. ماذا تقول هذه الوثيقه؟ تقول وصول الخميني إلى سدة الحكم سيساعدنا على تفتيت المنطقة طائفيا وعرقيا إلى دويلات دينية متصارعة تكون فيها إسرائيل هي الدولة الدينية الأقوى. لذلك في 2018 أقر الكنيسة الإسرائيلية يهودية الدولة. لذلك هم كانوا يعتبرون أن اتفاقية سايكس بيكو التي قسمت المنطقة على أساس الجغرافي لم تنجح في تحقيق الاستقرار. لذلك اتفاقية سايكس بيكو كانت تنتهي عام 1917 عام 2017 انتهت منذ بضع سنوات. وكان هذا التيار في إسرائيل هو فعلا يسعى إلى إقامة دويلات أو كنتونات. هذا التيار الديني. هذا التيار الديني. لكن التيار السياسي وهو الذي يستلم الآن الحكم يرى أن الحفاظ على الأنظمة الاستبدادية كما كان يحدث في مصر أو في سوريا، الحفاظ على يهمها من إسرائيل الحفاظ على هذه الأنظمة الاستبدادية.
الذي وقع معها اتفاقيات لحمايه الحدود. يعني نعرف اننا مثلا في الثمانينات عندما التقى رفعت الاسد بجيمي كارتر او بالمخابرات الامريكيه، ودخلت المخابرات الامريكيه، كان هناك اتفاق، دخلت المخابرات الامريكيه الى سوريا ضمن اتفاق، وهذا الاتفاق يتضمن كالتالي: يدخل الجيش السوري الى لبنان للقضاء على المقاومه اللبنانيه اليساريه والفلسطينيه، مقابل ان تدخل المخابرات الاسرائيليه الى سوريا لمنع او قمع اي محاوله انقلاب ضد الرئيس حافظ الاسد. اذا هذا التيار الثاني في اسرائيل هو تيار سياسي مهمته الان هي حمايه امن اسرائيل وايضا التطبيع مع في المنطقه العربيه. هذا التيار اليوم مرتعب، حقيقه اقول هذا التيار هو اليوم مرتعب اكثر من الاقليات التي تطالب اسرائيل بحمايتها. يعني اليوم الاسرائيليون مرعوبون اكثر من الاقليات التي تطالب اسرائيل بحمايتها. اليوم انت لاحظ عندما سقط نظام الاسد سارعت اسرائيل الى احتلال مرتفعات الجولان والى المناطق الحدوديه، واليوم تقيم بعض المنشآت العسكريه في على الحدود. جبل الشيخ. هذا صحيح ام لا؟ سارعت ايضا الى القضاء او قصف كل اسلحه الجيش السوري الاستراتيجيه، لانها تخشى وقوعها في اليد الخطا. اليد الخطا طبعا المقصود فيهم المنتصرين الجدد. صحيح. حتى ايام الثوره، بدايات الثوره، كان كلما وصل الثوار الى مستودع للاسلحه الاستراتيجيه تقوم اسرائيل بقصفه بطلب من النظام السوري، وكان النظام السوري يسوق على ان هؤلاء الثوار مرتبطون باسرائيل وان اسرائيل تساعدهم. لو كانت اسرائيل تساعد هؤلاء الثوار، الان هؤلاء الثوار وصلوا الى السلطه، لماذا سارعت الى احتلال مرتفعات الجولان؟ لماذا سارعت اسرائيل؟ خايفه منهم. خايفه منهم طبعا. ما البديل يا استاذ محمد؟ اليوم العالم كله وانا اقوله وهو مسؤول عن كلامي، العالم كله اليوم سيحاول استيعاب هؤلاء المنتصرين الجدد، سياتون الى دمشق زرافات ووحدانا، سيحاولون العمل على الاستقرار في سوريا، ليس حبا في المنتصرين الجدد، ولكن للمصلحه الدوليه والمصلحه الاقليميه. يعني الان انتصروا هؤلاء الثوار، اذا لم يتقبلهم المجتمع الدولي والمجتمع العربي، ما هو البديل؟ الذي اخر سقوط نظام الاسد هو مقوله ليس هناك بديل. نعم. ليس بديل لشخص بشار الاسد، ولكن ليس هناك بديل لنظام بشار الاسد، وهذا البديل كان متحقق، كان كمنظومه صغيره موجوده في ادلب، وجاء احمد الشرع جاء بنظام مسك البلد، منعها من الانهيار، منعها من الفوضى. اليوم انت اذا لم تستوعب هؤلاء المنتصرين الجدد وتعمل على منحهم دوله وليتصرفوا وفق الدوله، فانت تقول لهم تصرفوا كارهابيين، تصرفوا كمجرمين، كعصابات مسلحه، ستكون امام حاله جهاديه تضم مئات الالاف من المقاتلين. نعم. اليوم انت عندك لا يقل عن 200,000 مقاتل تحت هؤلاء، وهؤلاء مشبعون عقائديا، يحلمون يا سيدي بإزالة إسرائيل، وأيضا قد يمتد هذا إلى هذه الحالة إلى حالة عربية وإسلامية، ولا سيما هناك حنق وهناك شعور بالغضب من إسرائيل بعد ما حدث في غزة. وإذا كانت إسرائيل فشلت في غزة، فشلت في إركاء حماس، وفشلت في القضاء على القضية الفلسطينية، رغم أن حماس هي بضعة آلاف من المقاتلين، والجغرافيا لا تساعدها كثيرا، والحدود مغلقة، لكن الوضع في سوريا مختلف تماما. أنت أمام حدود مفتوحة كبيرة مع سوريا، مع تركيا، أنت أمام جغرافيا معقدة في سوريا. فمن مصلحة الجميع تقبل هؤلاء المنتصرين الجدد والتطبيع معهم ومنحهم دولة ليتصرفوا وفق دولة وليس كإرهابيين. أعود أستاذ محمد لموضوع اليوم الأقليات. أليس من حق هذه الأقليات اليوم الموجودة بسوريا، دروز وعلوية، شفت أنت شو صار بالساحل؟ طيب أليس من حق هؤلاء مو من حقنا نحن نطلب الحماية، نحمي أنفسنا؟ مو من حقنا اليوم السلاح يضل بإيدينا حفاظا على نفسنا؟ لأنه ما بتعرف أنت، يعني عم بتصير انتهاكات، عم بتصير في تجاوزات، وهذا يعني هذا لا يخفى على أحد. يا سيدي، هو من حقنا كسوريين جميعا أن نشعر بالأمان ونشعر بالاستقرار. الثورة عندما بدأت عملية ردع العدوان، أطلقت إدارة ردع العدوان ما يسمى بالعفو، وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء، ومن ألقى سلاحه فهو آمن، ومن دخل بيته فهو آمن. وهذا ما دفع الكثيرين من
أنصار النظام السابق بإلقاء سلاحهم وإجراء عمليات تسوية. لكن هؤلاء المجرمون، أنت اليوم حتى يستقر هذا الشعب يا أستاذ محمد لابد ما شيء يسمى العدالة الانتقالية والعدالة التعويضية. يعني اليوم أنت لا يمكن أن تقول، أو لا يمكن لأحمد الشرع أو وليس الإدارة الجديدة أن تقول نحن سامحنا كبراء المجرمين. يعني أنت لا تستطيع أن تسامح علي مملوك، لا تستطيع أن تسامح ماهر الأسد، لا تستطيع أن تسامح هؤلاء الضباط الكبار الذين أوغلوا في دماء السوريين اللي تورطوا. هؤلاء لابد من محاسبتهم. هؤلاء هم اليوم هذه الفلول، هؤلاء الذين تلوثت ايديهم بدماء السوريين، هؤلاء هم الذين يرفضون اليوم القاء السلاح، لان هؤلاء لا يستطيعون التسويه. اذا القوا سلاحهم سوف تتم محاكمتهم. انا بالله بدي اسالك يا استاذ محمد، اليوم واضح تماما مما يحدث في الساحل عم بصير اليوم، عم بصير في كمائن لقوات الاداره الجديده. طيب اذا هي الناس هدول الجماعه ما بدهم لا يعملوا تسويه ولا بدهم يسلموا نفسهم، وبالمقابل انت لما بدك تروح تخبط عليه بده يطلق عليك رصاص، طيب انا كيف بدي اتعامل معه؟ وهذا نفسه يا استاذ، هذا نفسه عم بيروح بيستنجد بسين وعين وصاد، تعالوا احموني. انت اليوم تتصرف كمنطقة دولة. كيف تتصرف الدولة مع الخارجين على القانون؟ انت من يرفع سلاح في وجه الدولة فسترفع الدولة سلاحا في وجهه. هؤلاء ما زالوا البعض للاسف، يعني للاسف، ولا اريد ان اكون على فكره استاذ محمد، هذا حتى في اوروبا. يعني انت اليوم باوروبا يجي واحد يرفع سلاح بوجه الدوله بيقتلوه بالشارع، بيقتلوه. يا سيدي انت لا تستطيع ان ترفع سكينا في وجه الدوله في اوروبا، وانا اعيش في اوروبا واعرف ذلك. على الاداره الجديده ان تتصرف وفق منطق الدوله، ومنطق الدوله يقول الخارجون على القانون يلاحقون ويحاسبون. هذا ما عليه ان تصرف. بعض كما قلت لك، بعض الخارجين على القانون او بعض الذين تورطوا بالدم السوري الذين لا يستطيعون القاء السلاح، هؤلاء ما زالوا يتلقون ربما يعني بعض التطمينات من ايران او بعض فلول النظام في الخارج انهم سوف يعودون او يريدون خلق فوضى في المنطقه. هؤلاء يظنون كما قلت لك، هؤلاء يظنون او يعتقدون انهم في حال حدث قامت الدوله ببعض نفترض المجازر او بعض الانتهاكات بحقهم انه ستتبع الدول الاخرى، الدول الغربيه اسرائيل وامريكا الى التدخل لحمايتهم. نعم. هؤلاء لا يعرفون انهم هم مجرد اوراق. هم مجرد اوراق تلعب بها ايران، وايران تخلت عنهم. يعني هذا الغباء، هذه مع احترامي ساذكر لك حادثه توضح لك هذا الكلام. تفضل. في عام 2000 كنت طالبا في جامعه تشرين، وذهبت في زياره مع احد الاصدقاء من الطائفه العلويه الى بيته في مشقيطه، وكان صديقا وما زلت اتواصل معه يعني. فهناك التقيت بجدي رجل كبير في السن. فعندما عرف انني من الطائفه السنيه فبدأ يسب على حافظ الأسد ويسب على بشار الأسد. فاستغربت، أنا ظننت أنه يعني هو نوع من الفخ. فأنا أقول له سيادة الرئيس يجرني، فأنا أقول له سيادة الرئيس وسيادة الرئيس. لهذا مع احترامي لك ولمن سيستمع إلينا يقول لي هذا حمار، هذا كذا. فقلت له لماذا؟ قال هل تعلم أن حافظ أسد أساء إلى العلويين إساءة كبيرة جدا وهو سيكون سبب في فنائهم؟ فأنا استغربت. فقال لي حافظ أسد مارس التجهيل على الطائفة كلها ووضع شبابها إما في الجيش أو في الأمن. إما في الجيش أو في الأمن، بينما أنتم السنة هناك المهندس وهناك الطبيب وهناك العامل وهناك وهناك وهناك. قال لي إذا قامت الطوشة، والله بالحرف هذه الكلمة، إذا وقعت الطوشة وستقع، إذا وقعت الطوشة وستقع بين السنة والعلويين منذ 2000. قال لي من سيكون في الواجهة؟ من سيكون في المحرقة؟ الجيش والأمن، يعني شبابنا. طبعا. اللي هو لم يترك لهم خيارا على الإطلاق. يعني ليس في الساحل السوري، الساحل السوري أنا أعرفه جيدا ودرست في جامعة سوريا وعندي أصدقاء. الساحل السوري قبل الثورة حتى من أفقر المناطق في سوريا. يعني يعيش العلويون في قراهم حياة بائسة. فهو أجبرهم على إما الجيش أو الأمن أو الوظائف. والله هذا تكون موظفا. هذا حكيم والله، هذا الحجي طبعا حكيم. البعض نعم. فهو وضع الطائفة أمام خيار لا ثالث له أو لا ثاني له.
اما الجيش او الامن او للنساء مثلا الوظائف. لذلك انت لو ذهبت اليوم الى حمص، اليوم الاداره الجديده كانت امام واقع يعني مرير. تصور انت في محافظه حمص يا سيدي، المحافظه مبنى المحافظه هناك 600 موظف، 600 موظف لا احد يداوم. فعندما استغربوا لماذا لا احد يداوم، فاكتشفوا ان هناك 600 موظف، 600 منهم علويون، 600 منهم علويون، 600 من 600 علويون. يعني هذا العلوي او هذا السوري، مع يعني اسفي لهذه اللفظه كلمه علوي، هذا السوري الذي لم يترك له النظام خيارا سوى الجيش او الامن، ثم اغرقه بالدم فقطع الطريق بينه وبين باقي المكونات. يعني اليوم العلوي الذي غرق في دم السوريين خاصه بعد سقوط هذا النظام لديه خوف كبير يجب ان نعذرهم. هم غرقوا في دمائنا، دمروا مدننا، اغتصبوا نساءنا، كبسوا معتقلين في السجون. هذا النظام جعل بيننا وبينهم هوة كبيرة. على الجميع، على العقلاء من الطرفين أن يعمل على ردم هذه الهوة. فالنظام السابق للأسف أساء للعلويين أكثر مما أساء للسوريين. يا سيدي أنا كنت في حديث مع إحداهن في العام 2015، أيضا كانت دكتورة في جامعة تشرين، قالت لي الطائفة العلوية تذوب تتلاشى. فسألتها كيف؟ قالت تتلاشى بالقتل في الجيش والأمن وكذا، وايضا بالتشيع. عندما دخل الايرانيون ودخل اللبنانيون الشيعه والفاطميون والزينبيون الذين دخلوا كانوا يمارسون الاستعلاء على العلويين طبعا. يمارسون الاستعلاء، فهم يرونهم منحلون، لا اخلاق عندهم. يعني تصور احدهم شيعي لبناني خطب فتاه علويه فقال لها احمدي الله ان انا قبلت بك، سارفعك الى انتم العلويه يعني منحلون، لا اخلاق عندكم لا كذا. فبدا بعض العلويون بالتشيع. اذا هذه الطائفه فعلا بدات بالتلاشي شيئا فشيئا. اليوم على عقلاء الطائفه ان ينتبهوا لهذا الامر جيدا، ان فرصه تاريخيه لعقلاء الطائفه ان يعيشوا كسوريين بعد ان سقط هذا النظام. استاذ محمد، في عقلاء اليوم؟ والله كنت اظن ان هناك عقلاء، لكن بعد حادثه عوده ماهر الاسد، اشاعه ماهر الاسد وقراءتي لبعض التعليقات للبسطاء، اكتشفت مدى الجهل المنتشر بشكل حقيقه مرعب. يعني يا استاذ محمد، انت خلال سنين الثوره انا قلت وكتبت مقال المشكله السوريه الحقيقيه، انه حافظ اسد صنع مخلوقات بشريه بحاجه لكل علماء الانثروبولوجيا والجيولوجيا والفيزيولوجيا والسيكولوجيا انه تدرس هذا المخلوق الكائن. يعني ما في مخلوق سوي على وجه الارض يقتل طفل وياخذ سيلفي فوق جثته. هذا انسان مو طبيعي. يعني انت تصور الجيش الامريكي عندما دخل العراق وصارت الحرب، بعد انتهاء الحرب صاروا مرضى نفسيين، ومنهم مارس الانتحار، ومنهم بسبب ما حصل. لانه ما حصل يعني في الحروب، الجيش الاسرائيلي الان يخرج من غزه، هناك في ناس تعالجوا نفسيا. لكن هل سمعت انت او شاهدت الجيش الاسدي حدا انتحر بسبب المصائب التي ارتكبها او يتعالج نفسيا؟ يعني هؤلاء يتقربون بعضهم خاصه من جاءوا من افغانستان وايران، صدق الله وانا ذكرتها في احدى حلقات جاء المعاكس امام امير موسوي، هؤلاء يتقربون الى الله بذبحك وذبح اطفالك، يتقربون الى الله. فهؤلاء انقشعوا وهربوا ولوا مدبرين الى ديارهم، وبقينا الان نحن سوريون، شئنا ام ابينا نحن الان امام واقع سوري، ولا خلاص لنا الا بسوريتنا. الان فرصه تاريخيه امام اهلنا واخوتنا العلويين والدروز والاكراد ان نعود الى سوريتنا، ان هذه الفرصه التاريخيه نستثمرها. لا خلاص لنا لا بالتعاون مع اسرائيل ولا بالتعاون مع ايران. هذه ايران التي استثمرت فيهم سنوات تركتهم عند اول فرصه، روسيا تركتهم عند اول معركه. فلا خلاص لنا نحن السوريين سوى بسوريتنا. فنتمنى ان يكون هناك عقلاء ان يمدوا ايديهم الى السوريين كما يمد الان السوريون ايديهم الى هؤلاء، وان نبني الوطن. يعني ان نفكر بابنائنا. الا يكفي سنوات من الحرب والتهجير والقتل؟ الا يفكرون هؤلاء بابنائهم ان يكون لهم مستقبل مشرق؟ ان يعني صدقا لا اعرف ماذا اصف هؤلاء، لكن هي فرصه تاريخيه الان ان نضع ايدينا بايدي بعض ونتجه الى بناء سوريا. الا نفكر الا كسوريين. يعني نحن ربينا، بتعرف الاكثريه ربينا صدقا، بيكون زميلك في الجامعه ما بتعرفه اذا مسيحي ولا علوي ولا كذا، بتفكروا انت سوري. يعني ما خطر على بالنا غير لما خرجت الثوره
وطلع النظام بمقولة العلويون إلى التابوت والمسيحيون إلى بيروت. مم. لكن مع سقوط النظام أنا برجع بقول سقطت كل المقولات التي رفعها نظام الأسد. هذه المقولات الطائفية سقطت، لذلك هي فرصة تاريخية. واكتشف الآن العلويون واكتشف الدروز واكتشف المسيحيون واكتشف الأكراد أن هؤلاء الثوار، هؤلاء المنتصرين الجدد ليسوا طائفيين، لم يرتكبوا مجازر، لم يثأروا لقتلاهم، لم يثأروا لنسائهم التي اغتصبت في السجون. هم يمدون يدهم، قالوا لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. لكن كل دساتير العالم وكل شرائع العالم تطالب بمحاكمة المجرمين. طبعا محاكمة المجرمين نحن نحاكم. هذه مرحلة يعني لا مفر منها. لا مفر من أنت تحاكم المجرم لانتمائه أم لجريمته. نحن نحاكم المجرم لجريمته وليس لانتمائه. يعني عاطف نجيب الأمس قال هو سني، وليكن سني، وليكن سني، سني يحاسب. أحمد حسون مفتي البراميل يحاسب. طبعا إذا أنت تحاسب أي شخص تحاسبه على جريمته وليس على انتمائه. وهذه ما أريد، يعني ما أريد قوله. يعني لا غنى للأقليات عن سوريتها. في معنا 30 ثانية بعد أستاذ محمد، شو بتحب تحكي اليوم للأقليات بسوريا؟ يعني حضرتك حكيت كثير لكن ب 30 ثانية لو سمحت. 30 ثانية أقول إن نحن لا خلاص لنا في سوريا إلا بسوريتنا، أن نكون سوريون فقط. الغرب الذي يدعي أنه حامل الأقليات، هناك كثير من الأقليات في أوروبا وفي غيرها مهضومة الحقوق، فلا خلاص لنا إلا بالعودة إلى سوريتنا، أن نفكر أننا سوريون فقط. أشكرك جزيل الشكر الكاتب السوري الأستاذ محمد دركوشي. سعيد جدا والله أنا، يعني على الصعيد الشخصي بتعرف قديش يعني في محبة وفي تقدير لحضرتك. وأنا أسعد بلقائك حقيقة، أسعد بلقائك. الله يخليك يا رب. شكرا. الله يحفظك. تحياتي جزيلا. تحياتي. شكرا.